السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبيباتي انساتي ستاتي، منورين الدنيا كالعادة، وجودكم على راسي، اهلا وسهلا بيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا وصفة النهاردة ما تتفوتش، وصفة فيها مميزات كتير جدا 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 للبشرة وللجسم كله شامل كامل. الوصفة بتاعتنا النهاردة لتفتيح البشرة ونعومتها وازالة السلوليت وتعطير قوي جدا من غير بارفان للجسم كامل. تعطير هدوم 24 ساعة كأنك متبرفنة. بتستخدم في ايه الوصفة دي يا ام جنة؟ بتستخدم في تنظيف الجلد والتخلص من الإجهاد المتراكم نتيجة للضغوط اليومية، وبتساعد الوصفة دي في التخلص من الإجهاد وتمنحك الراحة والحيوية لتجديد بشرتك وحيويتك ورونقك. بتفتح، بتزيل الاسمرار من الجسم، لو سواد السنين لو فحمة بتزيله، وبتفتح وبتنعم وبترطب، وكل الاماكن عندك في جسمك شغالة معاها، وش وبشرة وتحت الإبط وبين ومنطقة البكيني والركاب والكيعان وكل حاجة. هنجيب معانا صابونة بيضة، صابونة دوف او اي صابونة متاحة عندك، بس ياريت ياريت تكون بيضة. وماء ورد، ماء الورد طبعا تفتيح ترطيب تغذية، ماء الورد طبعا محدش مش عارف فوائد ماء الورد للبشرة. هجيب معايا معلقتين نشا، هجيب معايا جريسلين، زيت لوز حلو، ماء ورد، ليمونة، وهبدأ أضيف كل المكونات دي معايا. هتفيد لأن الجريسلين طبعا كلنا عارفين فوائده، الترطيب والتنعيم والتشققات اللي في البشرة أو في الجسم عموما. وزيت اللوز الحلو طبعا وفوائده الكبيرة جدا، اللي فيه كولاجين، بينتج الكولاجين الطبيعي، وفيه فيتامين اي وفيتامين اي، وبيزيل التصبغات في البشرة والبقع الداكنة، وبيعالج حب الشباب والبشرة الدهنية، يعني غني عن التعريف. والليمون وتفتيحه للبشرة والحاجات دي كلها مهمة جدا ومغذية جدا للبشرة جدا جدا. فاحنا حبينا نلم كل الحاجات دي مع بعضنا في وصفة مهمة جدا جدا لتفتيح البشرة وإعادة الحيوية وتجديد الحيوية والنشاط، وبتخلصك من الإجهاد اليومي والضغوطات بتاعة طول اليوم والحاجات دي. فلازم ندلعك وندلع نفسينا معاكي. أنا بشرت نص الصابونة، مش نصها، قطعة منها، لأن ده نموذج تعليمي. وهحط عليها 3-4 معالق ماء ورد، وهفضل اقلب فيها لحد ما تتجانس وتبقى كريمية معايا. وطبعا قاعدة ومروقة بعد ما خلصت شغل طول اليوم، وعملت لي كوباية عصير، وقاعدة بروق نفسي انا كمان. يعني انت هتروقي الشقة وتطبخ وما تروقيش نفسك؟ ده حرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هفضل اقلب، هو بيغلس حبتين بس في الاخر هيعمل وهيدوب وهيتجانس معايا. لازم تتجانس كلها تبقى كريمي معاكي، ومفيش اي تكتلات او حتت صابون ما بشش، لازم كلها تدوب معاكي. هو لازم يغلس كده، بس هي هتدوب كلها وهتبقى كويسة وهتبقى كريمية، وهتشوفوها دلوقتي. انا حبيت اوريكم كل الوصفات وكل الحاجات عشان خاطر تبقى كل النقاط واضحة وصريحة. هضيف لها نص ليمونة. على فكرة الكمية دي ممكن تضعفيها، ممكن بدل ما تعملي نص صابونة او ربع صابونة ممكن تعملي الصابونة كلها، وممكن تكتري في الكمية على حسب ما هتستخدمي. تمام. تحطها في برطمان، في مثلا حاجة عندك فاضية بغطاها كده، وكل ما تيجي تاخدي دش استخدميها. هتلاقي تفتيح رهيب رهيب، وبتزيل سواد السنين. لو ايه، هتخليكي قشطة كده تتوهجي كده في قلب البيت. هيبصوا في وشك مش هيعرفوكي هيقولوا ايه الجمال اللي ماشي ده، والله العظيم بجد. هيبصوا في وشك مش هيعرفوكي، الكل هيسألك هيقولك ايه البياض الجامد ده، لانها يعني مفعولها بيبان من اول استخدام حرفيا. شايفة؟ وكلها حاجات طبيعية ومغذية جدا للبشرة، يعني هي مش عاوزة غنية عن التعريف. هضيف النشا، معلقتين النشا. شوفي اخر لحسة لازم تنزل. هقلب
كله مع بعضه، وهضيف بقى الجريسلين. كلها حاجات طبيعية، كلها حاجات مفيدة، مش اي كلام وخلاص. والله العظيم وصفة ما شاء الله محدش جربها الا وشكرها. وانتوا حبايبي واخواتي، فلازما اوجب معاكم واجيب لكم الوصفات اللي من الاخر. حطوا لايك بوليز يا شباب، اللايك بوليز. زيت اللوز الحلو، لو عندك زيت زيتون تمام ما يضرش. زيت اللوز بقى ما اقولكيش على فوائده، خطير 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 خطير. تنعيم، ترطيب، ازالة الاسمرار، تغذية البشرة، علاج حب الشباب والندبات اللي بتبقى معلمة في الوش مطرح حب الشباب، الكلف، النمش، الغمقان، الارهاق اللي بيبقى في البشرة، تغذية، نعومة، ترطيب، حيوية كده ونضارة. ما فيش كلام بعد كده يا جماعة. انا جايبه لكم شغل فاخر من الاخر. تبقوا تكرموني بقى وتحطوا لي لايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شوفي القوام، بدأت تلم معايا وتوصل للقوام اللي انا محتاجاه. ما تخليش فيها تكتلات وما تخليش فيها حتت صابون، لازم تبقى كريمية كده زي ما انت شايفاه عشان تتفرد معاكي وتستفيدي من الخصائص اللي جواها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهو. انت لو عايزك منك كمان نقطة او نقطتين ماء ورد حط لها. وكلها مكونات موجودة في البيت، مش هتكلفك حاجة. شوفي بسيط، كريم، هو كريم، عبارة عن كريم كده. احنا هندعك قوي بعشم كل الاماكن اللي انت محتاجة تبيضيها اللي في جسمك، وفي كل تحت الابط ومنطقة البikini ورجليك الركاب وتحت الابط. هتمرشي وهتدعكي كويس قوي. لياطي كده كده بذمة. اهو زي ما انت شايفة، دي هتدعكي بها جسمك 10 دقايق وتغسليها. يعني انا مش عارفة اتكلم اقول ايه. يعني انتوا شايفين بعينيكوا اهو. اهو اتكلم اقول ايه بقى؟ طيب في فرق شاسع ما بين الايدين. يمكن الإضاءة مقصرة شوية، بس والله العظيم ترطيب، نعومة، آه، خطيرة. أنا مش عارفة أتكلم أقول إيه بصراحة. شايفة؟ شايفة ما شاء الله اللهم بارك. لا هي وصفة جميلة من الآخر، وكلها مواد طبيعية مش هتضر. كلها مفيدة جدا ومغذية للبشرة، وبترجع حيوية البشرة تاني والنضارة في وشك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا الوصفات دي أنا بجيبها مواصفات مدروسة معروفة، مش بجيب كده من دماغي وخلاص. وكلها معروفة وكلها مفيدة جدا ومغذية جدا، وتمنح البشرة حيوية ونشاط. مع السلامة.